جزء من الناس يتحدثون أن الدعاة وطلاب العلم مسؤولية الكلمة عندهم بما أنهم لا يخافون وصاية أو لا يقلقون من تراتبية معينة على هذا بالذات في الشأن الديني، أنهم يستخدمون وصاية أو كلمة الله عز وجل على الإطلاق كسيف على رؤوس الناس. والله يا أخي شوف، الكلمة الشرعية التي سيتكلم بها الإنسان الشرعي، الله عز وجل نهى أن نتكلم بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز الإنسان يتكلم في أمر يعني هو ليس عنده علم شرعي فيه. أنا أو غيري نسأل في كثير من المسائل، الناس يريدون كلمة، يتصل بك صحفي، يتصل بك جريدة، يتصل بك إعلامي، يريد كلمة منك فقط لتأييد ما يريد، ونتجنب ذلك إما أحيانا لأنك تعلم أنها ستؤدي ربما إلى بلبلة، أو أحيانا لأنك غير جامع للموضوع كله. أنا أسأل في بعض القضايا المتعلقة مثلا بسوريا، المتعلقة بفلسطين، المتعلقة بعلاقة تركيا بإيران ومدري إيش، أقول يا جماعة أنا لا أعلم. يقول شيخ ولا تدري؟ طبيعي يا أخي أني لم أبحث هذه المسألة ولم أحط بها علما. واحد قبل أمس يقول لي كيف ما سمعنا لك كلام في كذا وكذا، وذكر بعض الأشياء التي ثارت في الإنترنت وأنا أمسكت عن الكلام فيها. قلت يا أخي ألا يحق لطالب العلم أن يكون له مسألة يتوقف فيها؟ قال شيخ ولا تفتي؟ قلت طبيعي يا أخي، يعني الإمام مالك سئل في 40 مسألة فأفتى في مسألتين و38 مسألة منها قال لا أعلم. لماذا نطالب الشيخ أو طالب العلم أن يكون له كلمة في كل شيء؟ أنا سيكون لي كلمة في الطلاق وفي النكاح وفي كذا، لكن لن يكون لي كلمة في مسألة اقتصادية. ولا ينبغي أيضا للمجتمع أن يحاسب الشيخ على سكوته، لا ينسب لساكت قول. يعني لما أسكت عن مسألة لا يقال هو ترى لم يتكلم خوفا من الحاكم أو خوفا من الدولة أو خوفا من السجن أو مجاملة لفلان. الحكم على ما في نيات الناس هذا حرام، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لكن بلا شك أن استخدام العالم للأدلة الشرعية وكلامه بالشريعة يجعل الناس يستمعون إليه ويطيعونه، لا طاعة لكلامه المجرد هو، لكن لأنهم يتخيلون أنه يوقع عن الله مثل ما قال ابن القيم، وبالتالي يشعرون أن كلامك يعني نحن لما نطيع كلامك لا نطيعك لأنك أنت فلان، نطيعك لأن هذا هو أمر الله تعالى الذي أنزله علينا، وبالتالي أنت تخبرنا به بناء على الأدلة الشرعية. وهذا يعظم أخي يعني مسؤولية المفتي، مسؤولية الجماهيري. أي إنسان جماهيري له جماهير يستمعون قوله، وكثير من الجماهير أحيانا لثقتهم فيك ربما لا يفكرون كثيرا في صحة توجيهك، لثقتهم التامة فيما قلت يتبعون مباشرة. فحرصك على أن تدقق في كلامك، تنظر في حيثياته، تستشير. أنا أمس بعد التراويح جالس مع الشيخ ناصر العمر تكلم عن تويتر، تخيل يقول لي التغريدة قبل أن أنشرها أعرضها على 10 أستشيرهم. شو مسؤولية الكلمة؟ قلت 10 يا شيخ؟ قال والله أنهم 10. أرسلها لهم، ما رأيكم؟ هذا يعدل لي كذا وهذا. قلت يا أخي الله يتوب علينا، احنا نفكر فيها في وقت يسير ونكتبها. فحرص الإنسان حقيقة على إعطاء الكلمة قدرها، هذا يحفظ وزنه عند الناس ترى أيضا، ولا يشعرون أنه يتكلم بكلام سريع لا يفكر.